وفي اول الحكاية بنشوف 2 اطفال اسمهم لاو ولوشي، وبنعرف انهم توأم ولكن مش متشابهين خالص في اي حاجة، زي مثلا ان لاو يبقى طفل مشاغب طول الوقت، اما بقى اخته لوشي فدي تبقى شاطرة جدا واهدى منه بكتير ودايما بتطلع من الاوائل. وبنشوف المدرسة بتاعتهم وهي بتوزع الدرجات وبتقعدهم علشان تميزهم عن بعض، مين الشاطر ومين الخايب وهكذا يعني، وبتعرفهم ان اللي هيجيب درجات كويسة فهتجيله منحة انه يدرس في احسن مدرسة في المدينة كلها. ولما لاو ولوشي بيروحوا البيت وبيقعدوا مع باباهم ومامتهم بتبدأ لوشي تحكي لهم عن المنحة اللي مقدماها المدرسة، وانها لو جابت اعلى الدرجات ساعتها تدرس في احسن مدرسة في المدينة. ومش بتحكي لهم على الخبر الحلو ده بس، انما بتعرفهم على كل المصايب اللي اخوها عملها في اليوم ده، وان المدرسة عاقبته قدام زمايلهم كلهم، وبيفاجئها والدها وبيديلها علبة فيها حلويات مكافأة ليها، وبيبقى اخوها عايز ياخد منها ولكن مامته بتمنعه وبتعاقبه على اللي عمله في المدرسة. ولما بتجري لوشي تفتح العلبة بتلاقي 5 أقزام طالعين منها، والأقزام بيبقوا خايفين وبيسألوها هي مين وعايزة منهم ايه، فبتعرفهم لوشي بنفسها. ولما بتسألهم هما اللي مين وبيعرفوها ان هما مش عارفين اي حاجة عن نفسهم، وكل اللي يعرفوه انهم عايشين طول حياتهم جوه العلبة دي. وبتفكر في الوقت ده لوشي انها تقول لمامتها على الأقزام، ولكن افتكرت ان مامتها بتكره الحيوانات الأليفة وبتكره اي حد غريب يعيش معاهم في البيت، فبتخاف تقول لها لا تأذيهم ولا حاجة. فخرجت ليهم وبتعرفهم ان العلبة كانت فاضية وما كانش فيها اي حلويات. وبعد كده بنشوفها وهي راجعة اوضتها وبتخيط هدوم مناسبة للأقزام. ومش بس كده، وبتبدأ انها تطلع على كل حد اسم على حسب هو كان نفسه يبقى ايه لما يكبر. يعني مثلا كان في واحدة منهم بتحب الرسم جدا فاطلقت عليها اسم الرسامة، وواحد تاني كان نفسه يبقى دبلوماسي فراحت سمته جون، اما التالت كان نفسه يكمل تعليمه وعلشان كده سمته الدكتور، اما بقى الرابع كان نفسه يحمي الناس فقامت مسمياه الملازم، والاخيرة بقى كان نفسها تغني وتحقق حلمها فسمتها المغنية. وبتقدر لوشي انها تصنع ليهم بيت صغير من العابها علشان يباتوا فيه. وقبل ما بتنام لوشي بيكلمها الدكتور وبيقول لها انه كان نفسه يكمل تعليمه قوي، فبتقرر لوشي انها تاخده معاها المدرسة. وتاني يوم فعلا بيجي ولوشي بتاخده وبتخبيه في شعرها، وفي نفس اليوم بيجي اصحاب لوشي وبيسألوها على اخوها ليه مختفي، فبتعرفهم ان هو هرب من المدرسة وما تعرفش هو فين. وبنعرف ان اخوها في الوقت ده بيكون في البيت ومعاه الكلب بتاعه وجابه معاه البيت في السر، ولكن من سوء الحظ ان كلب قدر يتعرف على الاقزام اللي